السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده حلقه من حلقات المثل المصري واخوه العربي. المثل بيقول ايه: قلب القدرة على فمها تطلع البنت لامها. والمعنى البنت عادة بتشبه امها في الطباع والسلوك، حتى لو حاولت انها تخفي او تغير من نفسها. برضو الطباع بتغلب، يعني ان هي الطبع مميز في امها بيبقى هو ظاهر فيها باستمرار. والمثل ده بيعبر عن فكرة قديمة في المجتمعات الشرقية، وهي ان المرأة خصوصا البنت بتحمل صفات امها بشكل كبير، سواء في الطباع او في طريقة الكلام او تصرفات او حتى اسلوب الحياة. وكلمة القدرة هنا في المثل معناها حلة او اناء للطبخ. ولما نقول اقلب القدرة على فمها بيعني حتى لو اتقلبت الحلة اللي جواها هيبان، واللي جواها غالبا هو من طبيعة الأم. فالبنت هتكون شبهها. وفي المواقف اليومية لما تلاقي بنت بتتكلم بنفس نبرة أمها، أو بتتخانق زيها، أو بتهتم بتفاصيل صغيرة في البيت زي أمها بالظبط، الناس بتقول المثل دوت. ده أحيانا يقال بضحكة وأحيانا كتعليق ساخر، خصوصا لو الأم مشهورة بصفة معينة، مثلا زي كثرة الكلام أو العصبية أو التدبير مثلا. فالبنت طلعت زي أمها بالظبط. المثل فيه نوع من الإقرار بأهمية دور الأم، لأن طريقتها في التربية وسلوكها بيأثروا مباشرة في شخصية بنتها. وفي كمان دعوة غير مباشرة للأمهات إنهم يكونوا قدوة، لأن البنات بتطلع على نفس الخطى. وديننا الإسلام أمر باختيار الزوجة الصالحة. والمثل العربي بقى عند أهلنا في المغرب بيقول إيه: البنت سر أمها. ده كان مثلنا النهاردة وحكايتنا. ولو المثل عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. كانت معاكم جدة ملك. السلام عليكم.